السلام عليكم. اليوم في هذه الحلقه غادي ندوي لكم على السخانه عند الدراري الصغار. اللي خصنا نعرفوه هو ان السخانه من وسائل الدفاع ديال الجسم ديالنا ضد اي التهاب، وكتساعدنا على نقاوموا ضد البكتيريا والفيروسات. وكنتكلموا على السخانه ملي كتكون درجه الحراره ديال الجسم فوق 38. داكشي علاش ضروري في كل منزل يكون ميزان ديال الحراره، والميزان الحراره راه لاستعمال شخصي ديال كل طفل، وديما خاصنا نضفوه قبل ومن بعد الاستعمال. وإلا لاحظتي لالا بين وليدك ولا بنيتك طالع عليهم السخانه، لابد تخفي عليهم الحوايج ديالهم وتحطيهم في شي بلاصه مهويه اللي الحراره ديالها تكون متوسطه، ولا كاع تحطيهم تحت الدوش مع الماء دافي. الا ما هبطاش الحراره تعطيهم الدواء اللي كيخفض الحراره اللي كيتخاد كل 6 سوايع على حسب الوزن ديالهم. وما تنسايش تاخدي الحراره باستمرار على راس الساعه كاع باش تتبعي التطور ديال حالتهم، وتحرصي انهم يشربوا كميات كافيه ديال السوائل باش ما ينشفوش من الماء. راه ما خصناش نستخفوا بالحراره، لان الله يحفظ ممكن تؤدي حتى للموت والنوبات ديال الصرع. وإلا لالا ما تحسناش الحاله ديال الطفل ديالك ولا التدهورات، ولا بقات درجه الحراره فوق 39 مده ديال يومين، ولا كان الطفل ديالك عنده قل من 3 شهور، فلا بد تمشي للمستعجلات القريبه عليك باش يفحصوا شي طبيب ويشوف شنو هو المشكل وشنو هو الدواء المناسب ليه. وفي الاخر اسم كاع الطاقم ديال البرنامج ديال رساله الطبيب كنشكركم على المتابعه، وكنتمناو انكم تبارطاجيو هذا الفيديو لان يمكن تنقذ الحياه ديال بزاف ديال الدراري الصغار. كان معكم الدكتور سي محمد الزهري الجابري، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.